السلام عليكم شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ اكتشفوا مؤخرا بتوع العلم ان الدمبل الجانبي للكتف بيشغل الكتف الجانبي اكتر من الامامي. طبعا الناس اللي مش متابعه او الناس اللي متابعه ايام زمان كان الواحد بيقول عليه كتف جانبي بالدمبل. طلعوا بتوع العلم من كام سنه قال لك لا، ده بيشتغل كتف امامي اكتر من جانبي، يبقى كتف امامي. واللي كان بيلعب التمرين دوت اللي هو اسمه اصلا ميلاتري بريس، اللي بيلعب ميلاتري بريس وبيلعب امامي بالدمبل يقولوا الاثنين واحد. انت كده بتضيع وقتك. انا واحد من الناس كنت ماشي بمبدا والله بيشغل الجانبي وشغل الكتف الامامي كويس، ما هو كده كده كتفي. بالنسبه قد ايه بقى؟ انا شايف ان الشغلانه دي تفاهه. انا مش جاي اشمت في حد ولا جاي اقول لبتوع العلم انتوا كل شويه بتغيروا كلامكم ولا الكلام ده خالص، ولا اقول لبتوع المدرسه القديمه انتوا كده 100 100 وانتوا صح. الفكره كلها انت نفسك وانت بتتمرن بلاش تفاهه. يعني هو بيشغل كده كده الكتف الامامي والجانبي. النسب بقى يعني بلاش. انا شايف الحاجات دي تفاهات. اتمرن، ركز على نفسك، واوصل لهدفك. يلا، السلام عليكم.